بما إننا في موسم الليمون والليمون كتير جدًا اليومين دول، فتعالوا أقول لكم على فكرة هايلة جدًا أنا شخصيًا ما أقدرش أستغنى عنها طول السنة وطول الوقت في التلاجة. بس أول حاجة أنا باحب أعملها علشان أحتفظ بالليمون في التلاجة نفسها وقت أطول أو مدة أطول في التلاجة تحت، ووقت الاستخدام يكون طازة معايا، فبالفه بمناديل مطبخ أو بورق كراسة أبيض كده وباخليه في علبة وباحتفظ بيه في التلاجة من تحت. دي فكرة معظمنا أو أغلبنا عارفينها، بس حبيت أقولها كده يمكن في حد يكون يشوفني والّا حاجة مش عارف الفكرة دي. الفكرة التانية بقى ودي أهم فكرة ومش كتير عارفها، بنعملها بقشر الليمون، دي حاجة سحرية أنا شخصيًا ما أقدرش أستغنى عنها في المطبخ وفي حاجات كتير جدًا في حياتي طول عمري باعملها، فحبيت إن أنا أنقلها لكم النهارده. وهي إن أنا باخد قشر الليمون أو باجمّع قشر الليمون، يعني لو عصرت على مدار اليوم مثلًا ليمونة، 2، 3 مش بارمي القشر بتاعه، باكون باحتفظ بيه في الفريزر في علبة أو في كيس مثلًا قابل للفتح لحد ما أجمّع كمية كبيرة كده زي ما أنتم شايفين، وبعد كده باخدها في حلة وباضيف عليها مَيّة وباخلّيها بقى على النار لحد ما تستوي تمامًا، يعني سوّوها أوي مش زي ما هتعملوا مخلل لأ سوّوها، خلّوا الليمونة أو قشرة الليمونة تتهري خالص معاكم. بعد ما هنسويها مش هنصفيها من المَيّة بتاعتها، لأ خلّوها في المَيّة بتاعتها وغطّوها لحد ما تبرد، يعني سيبوها لحد ما تبرد براحتها. بعد كده بقى بالهاند بلندر أو بالخلاط هنفرم القشر بتاع الليمون ده. ما تستغربوش من الوصفة بس على قد ما هي حاجة تافهة جدًا وحاجة مش مكلفة وبسيطة، بس بتدّينا نتايج حلوة أوي. أنا شخصيًا ما باقدرش أستغنى عنها في الحاجات اللي هاقول لكم عليها دي دلوقتي. بعد ما باعصر الليمون كده أو باخفق الليمون باخلّيه بيوريه خالص كده ناعم على قد ما أقدر أنعّمه. بعد كده بقى باحفظه في برطمانات تكون نضيفة ومغسولة ومتعقمة، وبعد كده باخد البيوريه اللي أنا عملته ده في البرطمانات زي ما أنتم شايفين كده بالضبط، وباحتفظ بيه في التلاجة، بس أهم حاجة إن أنا أقفله كويس جدًا. الفكرة بقى هنا مش في البساطة دي، الفكرة في إن حاجة بسيطة جدًا، جدًا بتدّينا مفعول فعلًا رهيب، يعني أنا طول عمري ما أقدرش أستغنى عن الوصفة دي. ما ينفعش التلاجة عندي ما يبقاش فيها البرطمانات بتاعة بيوريه الليمون ده، هنستخدمها بشكل يومي، هنستخدمها في إيه؟ هنغسل فراخ، هنغسل كبدة، هنغسل حمام، هنغسل سمك، أي حاجة من الحاجات اللي هي بيكون ليها ريحة زفارة أو الحاجات دي، بيوريه الليمون ده بقى بيقضي عليها تمامًا، تمامًا، تمامًا يا جماعة. يعني مثلًا ممكن أغسل الفراخ كويس تحت مَيّة جارية، وبعد كده باجيب بولة وفيها شوية مَيّة وباخد معلقة من بيوريه الليمون ده، بس أهم حاجة إن أنا أحافظ عليه، بمعنى إن أنا لو هاخد من البرطمان ده وفتحته وأخدت منه، آخد منه بمعلقة نضيفة، وأرجع أقفله تاني كويس جدًا وأرجّعه تاني في التلاجة. البيوريه ده ما ينفعش يقعد برّه التلاجة، يعني هو يا في التلاجة يا في الفريزر لو عملنا كمية كبيرة زي اللي أنا باعملها دي. وزي ما قُلت لكم باخد بولة بعد ما باغسل الفراخ أو الكبدة أو السمك أو الحمام، البط، أي حاجة من الحاجات اللي ليها ريحة زفارة زعقة دي. بعد ما باغسلها كويس تحت مَيّة جارية، باجيب بقى بولة وفيها شوية مَيّة، وباخد بمعلقة نضيفة من بيوريه الليمون اللي أنا عاملاه ده، معلقة كبيرة حلوة كده في المَيّة، وباقلّبها بقى كويس جدًا كده في المَيّة، وبانزل بقى فيها بال أيًا كان بقى من اللحوم اللي أنا عايزة أنقعها فيها. باخلّيها بس لمدة مثلًا 10 دقايق، والله أنا باخلّيها 10 دقايق لو مستعجلة، لو مش مستعجلة باسيبها شوية. بُصّوا بقى الحاجات اللي بتكون تحت جلد الفراخ دي استحالة تلاقيها، يعني باطلّع ورك الفرخة مثلًا أو البط أو أيًا كان بقى من الطيور بيكون في حاجات كده تحت الجلد وبالأخص الفراخ البيضا، فدي من الحاجات اللي بتقفلني جدًا، ولو الفراخ مش مغسولة كويس أنا عن نفسي مش باكلها، يعني لأ، الحاجات دي عندي مُقدّسة يعني لأ، لأ، في حاجات كده المفروض إن هي بتتنضّف كويس، ف لمّا بانقع بقى الفراخ في الليمون ده وبارفع الجلد كده زي ما أنتم شايفين، استحالة تلاقوا الزملقة دي أو الطبقة اللزجة دي في الفراخ تاني. تاني حاجة بقى أو تالت حاجة وناس كتير دخلت سألتني عليها أنتِ إزاي ضوافر إيدِك طويلة كده وإحنا بنفتكرِك دايمًا مركّبة ضوافر، فلأ هو أنا من زمان أصلًا باحب أعمل scrub في إيدي بالليمون وضوافر إيدي كمان، فمعروف إن الليمون أصلًا بيقوي الضوافر.
أنا بقى باخد من وقت للتاني كده شوية من بيوريه الليمون ده، وباعمل زي السكراب كده لضوافري ولإيدي، ده بيفتح الإيد جدًا، جدًا، وبيقوي كمان الضوافر وبيطولها، فدي من الحاجات برضه اللي ما أقدرش أستغنى عنها. فجربوا بقى الوصفة بتاعة النهارده، وما تنسوش تعملوا لي لايك وتابعوني على اليوتيوب وعلى الفيسبوك باسم منوعات بوسي، واستنوني في فيديو جديد ووصفة جديدة، وأشوفكم على خير. باي باي.